اتهمت الإعلامية الكويتية مي العيدان إحدى الفنانات بالتسبب بإصابة الفنان الكويتي مشاري البلان بفيروس كورونا، والتي أدت مضاعفاتها إلى دخوله للعناية المركزة. وقالت مي العيدان في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: الناس تعتقد أن مشاري البلام أصيب بفيروس كورونا حين ذهب لتلقي اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن الفيروس انتقل له من فنانة قصيرة لا تظهر من القاع. وتابعت مي العيدان دون أن توضح هوية الفنانة بشكل صريح: الأخت مصابة واستمرت بالتصوير معه بشكل عادي، ولم تبلغ أحد أنها مصابة بكورونا. أريد أن أسألها الآن: هل ضميرك مرتاح؟ وأعادت مي نشر تغريدتها عبر انستغرام وعلقت: هذه هي الحقيقة المرة، هل ضميرك الآن مرتاح؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك مليار مرة. كما وجهت مي العيدان رسالة إلى وزير الإعلام الكويتي عبد الرحمن المطيري قالت فيها: معالي وزير الإعلام، نتمنى إيقاف تصوير المسلسلات خاصة بهذه الفترة وخاصة بعد ازدياد الإصابات. وتابعت العيدان: المصابين لا يوجد مكان لهم بالعناية المركزة، خاصة بعد إصابة مشاري البلان بسبب ممثلة مصابة بالفيروس. للأسف في فنانين بس يهمهم المصلحة المادية والفلوس والمدخول. وذكر الناشطون أن مي العيدان تقصد الفنانة الكويتية غدير السبتي، ما دعا الأخيرة للخروج والرد بفيديو عبر حسابها على سناب شات. وقالت غدير السبتي بالفيديو: كل يرى الناس بعين طبعه، لست معدومة الضمير، ومن يتحدث عني سأقوم ببهدلته. أنا مسالمة ولكن لن أسمح لأحد بالتعدي علي. وقامت غدير السبت بالاتصال بمي العيدان وقالت: ها أنا أحاول الاتصال بها منذ وقت طويل، لسانها طويل فقط خلف الهاتف. هل فحصتني يا مي وتبين لك أنني مصابة بكورونا؟ وتابعت: للعلم أن مشاري البلام هاتفني وأخبرني أنه مصاب بكورونا، وطلب مني أن أذهب لإجراء الفحص، وأتمنى من الله أن يشفيه، وسواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو العكس فهذا أمر عادي، هذا مرض وليس من المعروف من سيعدي من. ووجهت غدير السبت رسالة إلى مي العيدان قائلة: إذا كان قلمك قلم الحقيقة فعلا، قومي بالرد على اتصالي، لكنك مجرد جبانة. كاتبة: كل من يرى الناس بعين طبعه. إذا أنتي إنسانة كذي ومعدومة الإحساس ومعدومة الضمير ومعدومة المسؤولية، فإحنا مو كذي. إحنا مو كذي للأسف. إحنا مو كذي. إحنا ناس متربين، عندنا ذمة وضمير. عمري في يوم من الأيام ما فكرت أضر ولا بني بشر في الدنيا، ما أضر تكرمون حيوان، أضر نفسي ولا أضر ربعي ولا أضر أحد قريب علي. يلا عاد خلاص، عاد وايد سكتنا لكم، بس لهني وستوب. اقسم بالله العظيم اللي يجيب سيرتي ولا اللي يتكلم علي بشيء ما يخصه ولا شيء، هو يكتب عني شيء وهو مو متأكد منه، اقسم بالله العظيم انه راح ابهدله. والله العظيم راح ابهدلكم. شوفوا، عندي انا ستوب، عندي انا لحد يصوبي، لحد يصوبي، لان انا انسانه وايد مسالمه. بس والله لا تدوس لي على طرف، لا تدوس لي على طرف، لأنه ما راح يجيك شيء يسرك ولا شيء يسرك. حطوا لسانكم في حل. تدرون من متى أنا قاعدة أدق على مي وما ترد علي؟ لسانك بس طويل ورا التليفون. إذا لكن مي العيدان نفت أن قصدها بحديثها غدير السبت، وردت على أحد التغريدات التي ذكرت ذلك بالقول: اللي أقصدها ليست غدير، من مشاري البلام كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت، ومعه أكثر من 4 فنانات كلهم قصار، لكن واحدة منهم نقلت له الفيروس. وتابعت الأخت تسرح وتمرح: لا أعلم أين ضميرها، بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي، رب العالمين هو اللي حاسب.